طيب، مساء الخير لكل الأخوة والأخوات دخلوا معنا اللايف. تحياتي كل باسمه ورسمه. أسعد الله مساءكم جميعا. طبعا لفت نظري شيء هام للغاية الآن. تهنئة القيادة العامة بمناسبة عيد الكيتو. تتوجه القيادة العامة لقوى سوريا الديمقراطية بأحرى التهاني لأبناء شعبنا السرياني الآشوري بمناسبة عيد رأس السنة الآشورية البابلية الكيتو، والذي يصادف الأول من نيسان. وبهذه المناسبة نستذكر سويا روح التسامح بين جميع المكونات التاريخية للشعب السوري، والتأكيد على العيش المشترك وفق مبادئ الحرية في المعتقدات والأفكار التي هي سمة وطننا السوري التعددية على مر التاريخ، دون إقصاء أحد أو تجاهل لطيف السوري الغني بطوائفه وأديانه وأعراقه. نؤكد في قوى سوريا الديمقراطية على أهدافنا الثابتة في حماية جميع الناس على اختلاف عقائدهم وانتماءاتهم، وتجديد العهد لكافة أبناء شعبنا باستعادة السلام في المنطقة المحتلة وإقامة الصلوات والقديس في الكنائس معا. طبعا أنا بدوري أيضا وباسمي وباسم شبكة سوريا مباشرة نهنئ كل الأخوة الآشوريين والسريان والكلدان وجميع الطوائف السورية اللي تحتفل بعيد الكيتو بمناسبة رأس السنة البابلية. طبعا أنا بس بدي عندي تعقيب بسيط جدا، وسألت سؤال هام للغاية: ما هو الكيتو؟ شو هو هذا العيد؟ طبعا العيد هذا عيد بابلي قديم، طبعا قبل المسيح وقبل الإسلام، وكما يقول الأخوة العاشورين والسريان والأكاديين اللي هم الكلدان كما يدعون طبعا هم أنه هذا العيد 6774 سنة قديم. طبعا يعتمدون فيها على لوح مسماري ظهر عليه نقش باللغة السومرية يؤكد على رأس السنة، وكان الاحتفال 12 يوم، وكانت تنزل الآلهة 6775. ما في مشكلة، 74 75 ما في مشكلة. ويعتمدون فيها طبعا على لوح سومري قديم وعليه نقوش، ويظهروا للعالم كلياته بيقولوا أنه هاي الحضارة البابلية كانت تعتمد على هذا العيد، وأنه هذا عيد قديم. طبعا هذا العيد ما له علاقة بالديانة المسيحية لا من بعيد ولا من قريب، لأنه هو أساسا قبل المسيح بسنوات عديدة جدا. هذا العيد كما يقولون هو قديم، 6775 سنة قبل الميلاد. طبعا السؤال الذي أطرحه على كل المفكرين التاريخيين والسياسيين والباحثين ودكاترة التاريخ والأباطرة كلياتهم بعلم الآثار، أول كتابة باللغة السومرية بدأت مختلف عليه ما بين عام 2000 3000 و2500، فلنفترض أنها 3000 ونأخذ أعلى رقم أنه كتبت هاي 3000 سنة قبل الميلاد. كتبت أول كتابة مسمارية أو أول نقش مسماري على الألواح الطينية. طيب أنا السؤال اللي بدي بسأله: طيب ما فكرتوا أنتوا قبل ما تعملوا هاي التزييف التاريخي؟ نعم، باللغة العلمية بقول التزييف التاريخي، أنه في الفوارق الزمنية ما حسبتوها لغة الأرقام، فأنتوا بتقولوا أنه هذا العيد كتب أول منحوت له أو نقش له باللغة السومرية عام 6775، ومنذ ذاك الوقت وأنتم تحتفلون صار لكم 6775 عام تحتفلون بعيد الكيتو. لكن فاتتكم مفارقة تاريخية كبيرة جدا، بأنه أول كتابة مسمارية كتبت منذ 2500 قبل الميلاد. فأتمنى إذا واحد باحث تاريخي من الأخوة الآشوريين أنه يطلع ويفسر لنا هذا الخطأ الكبير جدا اللي بيطلقوا الآشوريين أو ما يدعون أنهم آشوريين طبعا والكلدان. هذا الخطأ الفادح جدا العلمي في علم الميثولوجيا التاريخية اللي بيصدروا للعالم كلياته. طبعا أبسط البساطة أنك تستطيع أن تهد هذه الادعاءات بشكل كامل بأنه هم أساسا ليسوا
أصحاب هذا المعتقد أو أصحاب هذا العيد لا، هم قوم آخر مختلفين تماما عنهم بكل بساطة، أيضا بحسبة بسيطة باللغة التاريخية. فنحن بنشوف هلا بالمنشورات تبعيتهم بكل مكان بينشروا نص آشوري آه، كما يدعون طبعا، ونقش يقول هذا باللغة السومرية كتب عام 6775 قبل الميلاد. لكن علم الآثار وكل الأثريين العالميين يعني يؤكدون بأنه أول لوح مسماري اكتشف وكتب هو كان عام على الأكثر 3000 قبل الميلاد. فهنا في مغالطة تاريخية كبيرة جدا، انتبهوا منه، وهذا سيؤدي إلى هدم المعتقد بشكل كامل. فهاي النقطة اللي حابب أني أنا أوضحها دقيقة بس. حسين كرمال الله ماشي، بدك بس أخبار روجافا، ما بدك يعني تفلسف، تكرم عينك يا حسين. بس دقيقة مشان أريحك، ما في عندي أخبار روجافا، يلا مع سلامة. أنا زلمة بحب أتفلسف، ما عندي أخبار. شخورة هرا ريحته مشان يرتاح. طبعا هنا أنا بقولها من الناحية العلمية، وما بحكي هذا الكلام من الناحية أنا أهنئهم طبعا بالعيد كمان، وكل واحد ومعتقده ما في مشكلة، لكن هناك لغط تاريخي هنا لغط تاريخي بالموضوع. أتمنى أنه ينحل هذا عندكم، لأنه ما حلوة نهائيا يعني بلغة الأرقام. هذا الخطأ الفادح، هذا الخطأ الفادح. طيب، على صفحات قصد كلياتها بناشرين خبر هام للغاية، بيقول لك خلال الساعات القليلة القادمة، الصفحات كلياتها انه خلال الساعات القليلة القادمة ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان عن الاتفاق اللي حصل ما بين قسد وتركيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا دقيقة، في واحد تاني لازم أحضره كمان، لأنه هذا دائما يبعث لي جيمات نفس الاسم تماما مشان كمان يرتاح. ف احنا حكينا قبل هالمرة انه الولايات المتحدة هي الامريكية هي اللي راح تعلن فعلا، حدثت انه خلال الايام اللي فاتت كلها هذا بانه الولايات المتحدة الامريكية هي اللي راح تعلن عن فحوى الاتفاق الذي حصل ما بين قوات سوريا الديمقراطية. طبعا القتال الآن على جميع الجبهات توقف تماما، يعني حسب المعلومات الواردة إلي أنه في 6 تشرين في جبهة قرقوزان في كل الأماكن القتال الآن نزل. طبعا نزل من شوي أيضا تصريح للخارجية الأمريكية، وتصريح هام للغاية. الخارجية الأمريكية طبعا تحدثت أول شيء عن القنصلية في أربيل، وهي من أكبر القنصليات الموجودة في الشرق الأوسط، أكبر قنصلية صار لهم سنوات عديدة عم يبنوها والآن تقريبا انتهت. تحدثت الخارجية الأمريكية عن قنصليتنا الجديدة في أربيل ستعزز شراكتنا مع إقليم كردستان. ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية افتتاح القنصلية الجديدة في أربيل بأنها تعزيز شراكتنا وتنسيقنا الدبلوماسي مع إقليم كردستان والحكومة العراقية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس افتتاح القنصلية الجديدة في أربيل وهي الأكبر الشهر المقبل أو هذا العام، وهو انعكاس لالتزام أمريكا بإقليم كردستان العراق. طبعا طلع تصريح آخر لوزارة الخارجية الأمريكية وهو المهم بالنسبة لسوريا. شو بيقول فيه؟ بتقول في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا السوريين أخذوا جزء منه ما حطوا الجزء الهام الآخر، وأنا راح أقرأ لكم من صفحات السوريين شلون يتلاعبوا بالأخبار ويحطوا الجزء اللي بس بيفيدهم، يعني بيفيدهم بيحطوا هذا الجزء، أما الباقي ما بيحطوه نهائيا. الخارجية الأمريكية على السلطات السورية المؤقتة استبعاد المقاتلين الأجانب من أي مناصب رسمية. بعد إعلان الحكومة تبعية الجولاني أصدرت الخارجية الأمريكية اليوم بيان رسمي تدعو فيه إلى استبعاد كل المقاتلين الأجانب من المناصب الرسمية.
وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس على ضرورة أن تتبرأ السلطات السورية المؤقتة بشكل كامل من الإرهاب أو أن تقمعه، وأن تستبعد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أي مناصب رسمية. وهذا سابقة خطيرة جدا بالتصريحات الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت تامي بروس في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في 31 آذار 2025 أنه يجب على السلطات السورية المؤقتة أن تتبرأ بشكل كامل من الإرهابيين أو تقمعه، يعني تحاربهم، وأن تستبعد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أي مناصب رسمية. وهذا يعني أنه في الحكومة التي شكلها الساسوكي الأعظم خلال الأيام التي فاتت كان فيها مقاتلين أجانب إرهابيين، فلذلك بيطلع هذا التصريح. هلا بنرجع نعيد فيه وندقق فيه أكثر. وأكدت أيضا أن السلطات السورية المؤقتة أن على السلطات السورية المؤقتة أن تمنع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية، وأن تتخذ خطوات جادة لتدمير أسلحة الأسد الكيماوية بشكل يمكن التحقق منه، وأن تساعد في استعادة المواطنين الأمريكيين وغيرهم ممن خطفوا قسرا في سوريا، وأن تضمن أمن وحريات الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، يعني الكرد والمسيحيين الدينية والعرقية. تامي بروس نوعت إلى أن بلادها ستواصل تقييم سلوكيات السلطات المؤقتة وسنحدد خطواتنا التالية بناء على تلك الإجراءات. بشأن العقوبات، أوضحت تامي بروس أن سياسة الولايات المتحدة تجاه السلطات السورية المؤقتة ستكون مرهونة باتخاذ تلك الخطوات التي ذكرتها، يعني كل الخطوات التي ذكرتها إذا نفذت بعدين سيعيدون النظر في مسألة العقوبات. ما في رفع عقوبات نهائي. نرجع مرة تانية ونشوف ما وراء الخبر بالموضوع هذا كلياته شو هو. طبعا احنا بنعرف تحرك البارجات الأمريكية الآن في البحار، واستخدام قوات كبيرة جدا من كوريا الجنوبية إلى قاعدة العتيد في قطر، واستخدام قوات جديدة أيضا إلى قواعد الموجودة في الشرق الأوسط. وهذا تحركات سريعة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية. وكثير من الباحثين يذكرون أن المسألة متعلقة في إيران، بس أنا لا أعتقد أن المسألة متعلقة في إيران. المسألة بعيدة جدا. دائما الإعلام يسلط الأضواء على جهة معينة، لكن الهدف يكون مكان آخر، يكون مفاجأة بعد فترة. راح نرجع. طبعا تحركات الولايات المتحدة الأمريكية شفناها في البادية السورية في الضمير أيضا، وتحركت قوات التنف أيضا باتجاه مدينة دمشق تقريبا. والآن تعمل الولايات المتحدة الأمريكية أو بدأت العمل على إنشاء قاعدة عسكرية في مطار الضمير أو مطار عسكري في مطار الضمير. طبعا تتذكروا باللغة الكردية قبل كم يوم، وكانت باللغة العربية أيضا، لما تحدثت لكم عن أهمية حماة وحمص، وتحدثت لكم أيضا عن أن المنطقة هاي ستسعى إسرائيل بشكل سريع والولايات المتحدة الأمريكية على السيطرة عليها. بعدها بيومين ثلاثة شفنا تحرك تركي سريع، وأرسلوا قوات مسح جيولوجية للمنطقة كلها حتى يبنوا قاعدة تركية في بادية تدمر. مباشرة إسرائيل قامت بقصف تلك الأراضي اللي الأتراك جاءوا وحددوها لحتى يبنوا قاعدة تركية عليها قبل أن يبني الأتراك. وهي رسالة تهديد واضحة لتركيا كانت بأنه المكان اللي بدكم تعملوا فيه القاعدة قصفناه، وقادرين نقصفه حتى لو عملتوا القاعدة. وهي الرسالة كانت واضحة جدا. بعدها ب3 أو 4 أيام تحركت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل سريع وأخذت تلك المنطقة، وحركت الجيش الموجود في تنف واستولى على مطار الضمير بشكل كامل وبعض القواعد العسكرية القديمة للنظام اللي كانت موجودة أيضا. بعدها طبعا أثناء هاي أنا طلعت وقلت أنا حكيت موضوع يبدو أنه كان خطأ، و... واعتذرت فيه أنه أحيانا نقول تحليلات سياسية، وهذا التحليل لا يمكن أن يكون صحيح 100%. لكن أنا أعتقد أنه الموضوع يبدو أنه كان خطأ، وأعتذرت فيه أنه أحيانا نقول تحليلات سياسية
بتكون ممكن تكون مؤذية يعني، أو عن طريق الخطأ. لكن اتضح لي أنه تلك الأمور اللي تحدثت فيها وصارت الحركة هاي كانت جيدة جدا، وجاءت بصراحة بشكل غير مقصود لصالحنا وليس ضدنا يعني. وأنا طلعت اعتذرت وقلت أنه خطأ، بعد ما تم أيضا معاتبتي من بعض الجهات الموجودة أنه ليش تتحدث بمواضيع مثل هيك. الآن نفس الجهات هاي موجودة بالبث نفسه، وطلع لصالحنا هذا الكلام اللي حكيته، ولصالحكم أيضا الكلام اللي حكيته. فأسحب اعتذاري مرة ثانية، ومنيح إني حكيت بهذا الموضوع. وشايفين هلا الصراع كلياته صار على البادية، انتقل من عفرين وانتقل من المناطق الثانية والساحل كلياته، وتوجه الصراع نحو البادية السورية، وخصوصا صحراء تدمر والقريب منها. على كل، نرجع على تصريح الخارجية الأمريكية على السلطات السورية المؤقتة استبعاد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أي مناصب رسمية. هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها معلومات ومطلعة تماما أن هناك شخصيات أجنبية موضوعة على قوائم الإرهاب تسلمت مناصب رسمية في الحكومة السورية الجديدة، وهذا أمر خطير جدا. وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس على ضرورة أن تتبرأ السلطات السورية المؤقتة بشكل كامل من الإرهاب وأن تقمعه، يعني تحاربه. يعني هناك حرب قادمة 100%. هل سيقوم سازوكي الأعظم أحمد الشرع حاليا، أبو محمد الجولاني سابقا زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا سابقا، ورئيس الجمهورية العربية السورية حاليا، بمحاربة الأذرع الراديكالية الموجودة ضمن تنظيمه وضمن الأراضي السورية؟ وكيف راح تكون هاي الآلية بمحاربتهم؟ راح نضطر نرجع للثلاثة بي. لا، راح نرجع للثلاثة بي. وهلا في بعض الأمور راح أشرحها بعد هاي. وأن تستبعد المقاتلين الأجانب من أي مناصب رسمية. وقالت تامي بروس في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين 31 آذار 2025 أنه يجب على السلطات السورية المؤقتة أن تتبرأ بشكل كامل من الإرهاب وأن تقمعه، وأن تستبعد القمع هنا بمعنى القتال باللغة العربية، الترجمة من الإنجليزية قتال. وأن تستبعد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أي مناصب رسمية. وأكدت أيضا أن على السلطات السورية المؤقتة، يعني هي سلطات سورية مؤقتة، هاي ما سلطات دائمة، أن تمنع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية. طبعا كان في لقاء سري ما بين، نحكيها هاي، كان في لقاء سري اكتشفته المخابرات الأمريكية ما بين إيران وتركيا، في تركيا، بوجود ممثلين عن الجولاني. وحصل هناك بعض الاتفاقيات ما بيناتهم ضد طبعا الدولة الزرقاء، ضد الدولة الزرقاء، واكتشفتها المخابرات الأمريكية، مو أنا اللي عم بكشف، اكتشفتها المخابرات الأمريكية. وهذا التصريح يؤكد الكلام اللي عم بقوله. هذا التصريح يؤكد الكلام اللي عم بقوله. وأكدت أيضا على أن السلطات السورية المؤقتة ليش بدها سؤال هنا اللي يطرح نفسه، ليش بدها تحذر الحكومة السورية المؤقتة بقيادة ساسوكي الأعظم من التعامل مع إيران وهو أساسا عدو لإيران؟ بس السؤال الذي يطرح نفسه الآن، أتمنى من كل الأخوة تفتح مخها معي شوي. أحمد الشرع تنظيم القاعدة اللي كان هو أساسا أعداء لإيران، صح ولا لا؟ وهم دائما رافعين لواء السنة وضد الشيعة وضد إيران، وكل 14 سنة اللي كانت يقاتل فيها النظام والإيرانيين كانوا يقاتلوهم، فهم الأعداء الطبيعيين والوضع الطبيعي له. ليش تطلع الولايات المتحدة الأمريكية وتنبه تنبيه أنه دير بالك تتعاون مع إيران؟
دير بالك أنك تعمل علاقات مع إيران وتتعاون مع إيران، فمعناته في شيء حاصل. الشيء الحاصل، وأنا ذكرته على أحد القسطات، ما ذكرته بالبث المباشر، أنه هناك اجتماع كان قبل كام يوم، طبعا قلت لكم كان هناك اجتماع ما بين الإيرانيين والأتراك وحكومة الجولاني، بعض الأعضاء المحسوبين على حكومة الجولاني في تركيا، وكان الاجتماع من أجل بناء حركات جهادية جديدة تقوم بضرب الدولة الزرقاء، تقوم بضرب الدولة الزرقاء. وطبعا تركيا تحاول بكل الأشكال أنه تستميل الإيرانيين، لأنه الإيرانيين يعتبرون الأتراك خدعوهم وطعنوهم في الظهر، والأتراك يحاولون يثبتون للإيرانيين بأنه نحن ما لنا علاقة بهذا الموضوع اللي حصل في سوريا، وخارج كان عن إرادتنا. هم الروس ذهبوا إلى الأمريكان، الروس ذهبوا إلى الأمريكان. واتفاق الرياض اللي رح نتحدث عنه بعد شوي حطوا الخطوط العريضة لكل الاتفاقيات، وما كان إلا استكمال للاتفاقية اللي حصلت في شنغهاي عام 2014 ما بين أوباما وبوتين. وهذا ربطة راح أربط لكم إياه ونقدمه حاليا حتى تفهموا أشو هي خارطة النفوذ اللي تغيرت الآن في سوريا. خارطة النفوذ الآن تغيرت في سوريا، خارطة النفوذ قبل سقوط بشار الأسد، أو قبل على الأقل مؤتمر الرياض اللي حصل، أو لقاء الرياض اللي حصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على قضية أوكرانيا، كان مختلف تماما. والآن اختلفت كل المعادلة السياسية بهذا الموضوع. وهنا أحكي عن المعادلة السياسية، رح تجي بعدها المعادلة العسكرية أيضا. فأكبر دليل، شوفوا بدنا نحكي كلام هام للغاية هون، وأتمنى أنه تسجلوه وتحفظوه. أنا دائما كنت أطلع وأقول لكم أنه شرق الفرات كان للولايات المتحدة الأمريكية، وغرب الفرات كانت من النفوذ الروسي، وهي حسب اتفاقية شنغهاي اللي حصلت في عام 2014 ما بين أوباما وبوتين وقتها، وتقاسموا السلطات. والناس كانت تطلع بتقول الأمريكيين خانونا بالنسبة لعفرين وغيره، وكنت أطلع للناس وأقول لهم يا أخي النفوذ الأمريكي لم يكن موجود في عفرين نهائيا، اللي باعنا هو الروس وقتها، لأنه هذا كانت منطقة نفوذ روسي. وتحدثت وشرحت عند كمال بكور لما كنت أطلع بالسنة ونص كاملة عن هاي الاتفاقية وعن خطوط الاشتباك فيها. هلا في قمة الرياض وتأجلت بقية الاتفاقيات إلى اجتماع الرياض. في اجتماع الرياض تبدل بشكل كامل خارطة النفوذ. استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية تنتزع خارطة النفوذ من روسيا على غرب الفرات، قسم من غرب الفرات، باستثناء الساحل. باستثناء الساحل بقي منطقة نفوذ للروس، أما غرب الفرات بالكامل أصبح منطقة نفوذ للأمريكان. أعطيكم دليل، تريدون دليل على هذا الكلام؟ اكتبوا لي، هل تريدون دليل ولا واثقين من هذا الكلام؟ إيه؟ تكرم عينك. الدليل هو بناء القاعدة الأمريكية في الضمير. الدليل هو دخول القوات الأمريكية إلى مطار الضمير وإنشاء قاعدة عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية. فأنا لا أنظر على أخذ القاعدة العسكرية في الضمير على أساس بس جغرافي، أخذوا قاعدة ومنطقة ارتكاز ومنطقة مهمة ومشرفة على البادية السورية ومشرفة على الجنوب السوري. لا، أنا ما بفكر فيها بالطريقة هاي، أنا تفكيري مختلف تماما. هذا يعني بالنسبة لي قواعد النفوذ على الأراضي السورية تغيرت بعد لقاء الرياض، وأنا هلا بقدر أبني استراتيجية سياسية مستقبلية للمرحلة القادمة على هذا الأساس. هيك بفكر، صح ولا لا؟ أتمنى أنه تشاركوني وكذا مشان أنتم كمان يعني تصيروا تفكروا بنفس الطريقة هاي.
وتستفيدوا يعني منه، وتستطيع لحالك أنك أنت بالمستقبل تستنتج. إذن الدليل على أن قواعد النفوذ على الأراضي السورية منذ عام 2014 الآن تغيرت بعد لقاء الرياض، هي السماح للولايات المتحدة الأمريكية ببناء قاعدة عسكرية في غرب نهر الفرات، وهذا سابقا. يعني شو يعني هذا الكلام؟ ماذا يعني هذا الكلام بالنسبة لكم؟ يعني هذا الكلام أنه مناطق عفرين ومناطق الساحل من الناحية الغربية بمحاذاة الحدود التركية ومناطق غرب الفرات اللي بيسيطر عليها الأتراك والكتائب الجيش الوطني أصبحت تحت النفوذ الأمريكي. فهمتوا؟ باستثناء الساحل اللي هو راح يكون نفوذ الروسي، يعني تقلص النفوذ الروسي على الساحل فقط في سوريا. طبعا اليوم سمعت أيضا هام للغاية أنه بعض القواعد الروسية في كوباني بدأت تحزم حقائبها للانسحاب. يعني كانت في قاعدة صغيرة جدا روسية كانت هي عبارة عن مراقبة وبطلب تركي، صح، وأيضا بناء قواعد في كوباني وصمود قوات سوريا الديمقراطية على 6 تشرين وجزر كانت لولا هذا النفوذ. صحيح هذا الكلام. الآن القواعد الروسية أيضا الصغيرة اللي كانت موجودة بدأت تحزم أحقيبتها وتنتقل فيها إلى الساحل، وأدخلوا الروس قوات جديدة إلى الساحل، قوات فاغنر اللي سحبوها من وسط أفريقيا، وبعض القوات اللي جاءت من روسيا نفسها، لأن الجبهة على أوكرانيا انتهت والحرب سوف تتوقف بأوكرانيا قريبا، وتم تقسيم مناطق النفوذ في سوريا على أساس المنطقة الساحلية تكون تحت النفوذ الروسي وباقي سوريا تحت النفوذ الأمريكي. ورح نشوف المتغيرات اللي كنت أتحدث لكم فيها. غرب الفرات من الناحية اليسرى الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بغلق الحدود مع تركيا، وطلبت من تركيا بالانسحاب التدريجي. أول شيء طلبت منها انسحاب فوري بآخر زيارة لها كان فيدان إلى تركيا، لكن الأتراك يعني استطاعوا إقناع الأمريكيين بالانسحاب التدريجي. هل كامل الساحل لروسيا؟ لا. المنطقة المحاذية للحدود التركية لا. إلى كسبوا هاي مناطق نفوذ أمريكية، طبعا هون المعادلة السياسية راح تتغير بشكل كبير جدا، وراح نتحدث في الأيام القليلة القادمة عن تغيرات كبيرة. وطبعا أنا حاكي هذا الموضوع قبل لأنه كنت مستبق هذا الأمر، وكنت عرفان أنه قريبا سوف تتغير خارطة النفوذ على الأراضي السورية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. فهيأت خلال الفترة اللي فاتت والأسابيع اللي فاتت كلياتها عن بعض المواضيع المستقبلية اللي راح تحصل في المنطقة. لكن الآن أصبح الأمر واضح تماما بأنه الولايات المتحدة الأمريكية ستستلم زمام المبادرة في سوريا بشكل كامل. قبل ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية حتى تدخل في نظام بشار الأسد إلى سقوطه، حتى ما تدخلت، والولايات المتحدة الأمريكية ما كانت مشاركة في إسقاطه لأنه هي منطقة نفوذ روسي. اللي اشتغل على إسقاط نظام بشار الأسد هم الروس أيضا لهم يد بهذا الموضوع. بعض التفاهمات اللي حصلت ما بين ترامب وبوتين خلال الحملة الانتخابية للولايات المتحدة الأمريكية، يعني بوتين وترامب بالأساس متفقين قبل أن يأتي ترامب إلى الحكم، كانت الخطوط كلها موضوعة ومرسومة تماما. أيضا فرنسا هي مدير المشروع كله. شكرا أمير. فرنسا هي مدير المشروع كله. عندما أقول الولايات المتحدة الأمريكية هنا أتحدث فرنسا وبريطانيا والدولة الزرقاء، وكله مع بعض، هذا حلف واحد. تركيا خارج المعادلة بشكل كامل، وطلبوا من تركيا الانسحاب من سوريا بشكل كامل، لأنه أصبحت مناطق نفوذ فرنسية أمريكية بريطانية
مع الدولة الزرقاء. أصبحت كل المناطق اللي بيسألني، مشان ما تسألوني السؤال المكرر دائما، وعفرين وعفرين وعفرين. عفرين الآن سوف تصبح أو أصبحت منطقة نفوذ أمريكية، لذلك طالبت الولايات المتحدة الأمريكية تركيا بشكل سريع وعاجل بأنه تحل الجيش الوطني. ولازم الجيش الوطني هذا الكتائب اللي ما تسمى بالجيش الوطني المحسوبة على السوريين أو الأتراك، بأنه تحل نفسها وتنسحب بشكل كامل من مناطق عفرين. وشفنا خلال اليومين اللي فاتوا من خلال الاتصالات والناس اللي موجودة على الأرض بأنه بدأت الكتائب اللاوطنية بالانسحاب من مناطق عفرين وإخلاء بعض المناطق وتسليمها للأمن العام التابع للهيئة. ونحن حكينا بموضوع هام للغاية. كل اللي بيعتقد أنه الهيئة أو الأمن العام أو كما يسمونه الجيش السوري اللي موجود حاليا أنه قادر يسيطر على الأراضي السورية كلها، هو غلطان. هو غلطان تماما. شفنا ضربات للدولة الزرقاء على الجنوب السوري والخطوط اللي رسموا لهم إياها أو الحدود اللي رسموا لهم إياها. رسموا لهم حدود ممنوع تجاوز تلك الحدود. الآن بعد فترة قصيرة سيتم رسم حدود في الساحل أيضا من قبل الروس. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تعمل الآن على رسم الخطوط تبعها اللي هي ممتدة من البادية السورية نحو دمشق، والطرف الأيسر أيضا بدأت العمل عليه، لأنه خلال الأيام القليلة القادمة المفروض تركيا تقوم بتسليم سريكانية وجريسبي ومنبج حقت الظهر. يعني يجب تسليم تلك المناطق مباشرة للقوات الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، ومن بعدها ستبدأ مرحلة عفرين أيضا. رح نرجع على موضوع 3B هنا حسب تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية الآن على الحكومة السورية الآن قمع العناصر الراديكالية الموجودة على الأراضي السورية والعناصر الأجنبية. طيب كيف الآلية؟ كيف الآلية اللي رح يتم فيها وكيف سيتم تحديد هؤلاء؟ هلا هنا ذريعة للولايات المتحدة الأمريكية ستختار هي من هي عدو لها ويقوم تعطي الإيعاز بمحاربة هؤلاء بمساعدة الحلفاء اللي موجودين الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض، واللي رح يزيد عددهم بعد فترة، لأنه في كتير من شعوب المنطقة اللي رح تنضم إلى القوات اللي أسستها الولايات المتحدة الأمريكية تحت مسمى قوات سوريا الديمقراطية وعلى نفس القيادة تماما. وكل المطالب التركية تم رفضها بشكل كامل. هلا بيطلع لي واحد بده يقول لي طيب شو المقابل بالنسبة للأتراك؟ نعم هناك مقابل بالنسبة للأتراك، ولكن ليس على الأراضي السورية. هناك مقابل وامتيازات أعطوها للأتراك ولكن ليست على الأراضي السورية. ما حدا كتب لي وين. ما دام ما حدا كتب لي ما راح أقول لكم وين. هناك مصالح للأتراك أعطتها الولايات المتحدة الأمريكية بدلا عن سوريا. ما في شيء. هو مو أوكرانيا كمان مو بالشرق الأوسط، يعني مو تقريبا مو بالشرق الأوسط. أعطوهم في مسألة إفريقيا اللي هي صومال وغيرها، وأيضا بعض الامتيازات اللي مسموح لهم نوعا ما في أذربيجان. أما بالنسبة لسوريا ما لها أي نفوذ نهائيا، أخرجوها من سوريا بشكل كامل. الآن راح نشوف بالفترة القليلة القادمة لا ولا قبرص. حتى قبرص راح تنسحب منها. حتى قبرص راح تنسحب منها. هذا موضوع قبرص خلوه لفترة القادمة، راح نتحدث عنه بحلقات مطولة لحالها هاي.
طبعا في جمهورية صوماليلاند، في جمهورية صوماليلاند الجمهورية الجديدة اللي راح تتشكل وراح تعلن استقلالها بعد فترة عن الصومال. في جمهورية جديدة عم تتشكل وراح يبدأ تقسيم القرن الإفريقي منها اللي هي اسمها صوماليلاند، وسيتم أعطاء امتيازات. هلا هاي اللي يطمح عليها أثيوبيا، لأنه أثيوبيا لا تملك ميناء نهائيا، وعندها مشكلة بمسألة أنه ما عندها ميناء، وطبعا عندها مشاكل مع إريتريا، وعندها مشاكل مع الصومال، وعندها مشاكل مع الدول الواقعة كلها على المحيط وعلى أيضا البحر الأحمر. فلا يوجد أي دولة قابلة أن تعطي ميناء لأثيوبيا، فلذلك أثيوبيا تعتبر شبه دولة محاصرة. وأيضا السواحل الإفريقية الثانية اللي عندها علاقات مع أثيوبيا بعيدة جدا، بعيدة جدا عنها، فيكلفها الاستيراد والتصدير مبالغ كبيرة جدا، فلذلك أثيوبيا تحتاج إلى ميناء بأي شكل من الأشكال. هنا حصل اتفاق ما بين الأتراك والولايات المتحدة الأمريكية وأثيوبيا والدولة الزرقاء بأنه نحن نقلم تركيا في الشرق الأوسط حاليا ونعطيها صوماليلاند اللي بتشرف هي على الميناء والدولة الجديدة اللي راح تنشأ هناك، لتساعد أيضا أساسا حليفتهم أثيوبيا، أيضا لتساعد حليفتهم أثيوبيا أيضا هناك، مقابل أنه الأتراك يخرجوا من معادلة الشرق الأوسط بشكل كامل. فأخرجوا الأتراك مؤقتا بالمسألة هاي. وبالمقابل أيضا هناك أمر هام للغاية بأنه إطالة عمر أردوغان سنة ونص ثانية، لحتى إذا قدر يعدل الدستور وما بيعملوا الاضطرابات الداخلية، ما بيساعدوا في الاضطرابات الداخلية، ويمنعوا الكرد أيضا المشاركة، يمنعوا الكرد أيضا بالمشاركة اللي راح تحصل أو بالاضطرابات اللي عم تحصل داخل تركيا، لأنه بس مشاركة الكرد بالاضطرابات التي ستحصل تركيا سيسقط أردوغان مباشرة، وهذا مو لصالحنا، هذا مو لصالح الكرد. هذا حاليا مو لصالح الكرد أبدا. هي المسألة ليست مسألة عاطفية نطلع معاهم ونسقط الحكومة، لا، راح تجينا حكومة جهابي اللي هي بنت الجمهورية التركية، وتقسيم تركيا راح يتأخر سنوات طويلة جدا هيك. فلذلك بقاء أردوغان في الحكم الآن، بقاء أردوغان في الحكم الآن أفضل بكثير أنه تجي أحزاب المعارضة وتستلم الحكم في تركيا. نحن بالنسبة لنا لازم نكون على طرف، ما لنا علاقة لا بهدول ولا بهؤلاء نهائيا، هم يحلوا مشاكلهم ما بينهم. فهي المعادلة اللي لازم تنفهم بشكل واضح. ومثل ما ذكرنا لكم السياسة الاستراتيجية المستقبلية للمرحلة القادمة بدأت عن أكثر وضوح. أنا متحدث فيها كلياتها وشارحها كلياتها، وهيك بده يصير وهيك بده يصير، وكانت وقتها يعني معالم البوادر السياسية للموضوع هذا غير واضحة نهائيا، لكن الآن عم نشوف بشكل واضح أنه عم تجري نفس المسرى اللي تحدثنا عنه سابقا. ليس هناك للحكومة السورية الحالية بقيادة أبو محمد الجولاني أحمد الشرع بعد الأبديت وساسوكي وجماعته اللي أسقطوا نظام بشار الأسد على البسكليتات إلا قوات سوريا الديمقراطية للتحالف معها لحتى تأخذ شرعية، لحتى تأخذ شرعية، ولابد لها بالتحالف مع قوات سوريا الديمقراطية محاربة الأذرع الإرهابية اللي موجودة على الأراضي السورية، وخصوصا الأجانب منهم، وهذا مطلب صيني والتزمت به الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا ليش المطلب صيني؟ سؤال الذي يطرح نفسه، لماذا الصين تلح وألحت في مجلس الأمن أيضا على إنهاء هؤلاء المحسوبين على تنظيم القاعدة؟ نعم، بسبب
الإيغور الذي اعتمدت عليهم تركيا، حتى تركيا تعتمد على الإيغور بشكل كبير جدا بكل نشاطاتها. والإيغور معروف هم أعداء الصين، وحاربوا الصين لفترات طويلة جدا باسم الحركات الجهادية. فالصين لن تسمح بأي شكل من الأشكال وموافقة على محاربة تنظيم القاعدة اللي يمثلوا التركستاني والإيغور وتركستان الشرقية. فهمتوا المعادلة وين هلا؟ يعني هناك توافق أمريكي روسي صيني على محاربة الإرهاب على الأراضي السورية، طبعا مع المجتمع الدولي كلياته الآخر. الصين لن تتدخل عسكريا، هذا معروف، لكن الصين مستعدة حتى تمول. الصين مستعدة حتى تمول الحرب القادمة على هؤلاء. هدف الصين القضاء على هؤلاء الإيغور وما يرجعوا لأماكنهم السابقة ويبدأوا حرب جديدة بعد ما اكتسبوا خبرة كبيرة في القتال وغيره، ويحاربوا الصين مرة ثانية. هلا الأمر المهم، أنا ذكرت لكم قبل سنتين تقريبا أو بداياتها أنه أساسا سوريا اختيرت بقعة جغرافية وقسم من العراق طبعا حصل فيها البقعة الجغرافية اللي يلموا كل اللي مسمين إرهابيين على مستوى العالم فيها بكل أشكالياتها. شلون؟ طبعا هلا هون بدنا نوقف من مفهوم الإرهاب، بدنا نحكي بتجرد وليس بعاطفة. يعني كل الحركات اليسارية اللي كانت تعتبر بنظر الغرب إرهابية تم إرسالها إلى سوريا لا شرق الفرات بنظرهم عناصرها. كل الحركات الراديكالية الإسلامية اللي محسوبة على تنظيم القاعدة وحركة إخوان المسلمين وغيرها والحركات الجهادية تم إرسالها أيضا إلى سوريا. كان الهدف قبل تغيير المعادلة السياسية بالنسبة والخطط الإقليمية بالنسبة للقوى العظمى انهاء حتى حزب العمال الكردستاني، استجراره إلى الأراضي السورية هناك، لأنه كمان كان بنظرهم نفس القوائم هاي. الحكي يشمل الكل. هنا حزب العمال الكردستاني المفكرين تبعه اللي بيشتغلوا معه قالوا له جماعة ستوب، ديروا بالكم ترى في خطة هيك 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 الموضوع، وهكذا يرسم للمنطقة بشكل كامل، فماذا أنتم فاعلين؟ اتخذوا الخط الآخر مباشرة ودخلوا المعادلة بذكاء وحنكة سياسية كبيرة جدا، من بدال ما يكونوا هم الوقود الذي سيحرق أصبحوا هم الوقود الذي يحرق به. برجع بعيد، جماعة حزب العمال الكردستاني والمفكرين السياسيين اللي موجودين عندهم أعطوهم الخطة وقالوا لهم ديروا بالكم في خطة هيك هيك، لا تبعتوا كتير كل قواتكم ويستنفذونكم بشكل كبير جدا، والخطة هي إحراقكم أنتم أيضا مع كل التنظيمات الأخرى الموجودة في العالم سواء كانت يسارية أو راديكالية. لما علم حزب العمال الكردستاني اللي بده يصير وكذا وهاي، استدرك الموضوع مباشرة وأرسل مجموعة واتخذ خطة ب، من بدال ما يستنفذ كل قوة لا استخدم خطة تانية. أخذوا أبناء المنطقة ودربوا أبناء المنطقة بكل القوميات اللي موجودة فيها وانسحبوا خطوة هم إلى الوراء مشان ما يكونون نهايتهم في سوريا. يعني المعنى أنه يرسلوا أفضل القوات تبعيتهم إلى سوريا ويستنفذوها بشكل كبير ويقل العدد بشكل كبير، وتركيا
وحلف الناتو تهجم على قنديل من ناحية تانية ويتم القضاء عليهم. حتى لو ما قضوا عليهم على الأقل ارجعهم سنوات طويلة جدا إلى الوراء، لأنه القوى اللي بتبنيها والعدد اللي موجود عندك يحتاج إلى 30 أو 40 سنة ثانية لحتى ترجع تبنيه مرة تانية. فعلى الأقل نحن نرجعكم 40 أو 50 سنة إلى الخلف. فالقوات هناك استدركت الموضوع هذا بعد خبرة السياسيين اللي موجودين، وعطوهم الخطة بشكل كامل وقالوا لهم ديروا بالكم ترى في خطة هيك وهيك 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 راح تجري على المنطقة، وراح يسحبوا كل الإرهابيين الموجودين في العالم وراح يحطوهم أو بما يسمون إرهابيين طبعا حسب مفهومهم هم. هنا لما أنا أتحدث بمنطقهم وليس بمنطقي أنا، يعني لمصنفينهم هم. أنا أختلف بتسمية الإرهاب، لأنه أساسا الإرهاب هو مفهوم مبهم ولا ينطبق على كل حركات التحرر الموجودة في العالم، لكن حسب مصالح الدول هي اللي بتصنف التنظيمات اللي هي تطالب بحقوقها بالإرهاب. والإرهاب هو معروف، هو إرهاب المدنيين، يعني قتل المدنيين، تفجيرات بالمدنيين، هذا يسمى إرهاب. لكن الحركات التحرر بالعادة لا تقوم بهذه الأفعال الإرهابية اللي هم يتحدثون عليها. هذا أمر آخر. لكن الموضوع الأهم بهذا الموضوع تغيرت المعادلة. لماذا تغيرت المعادلة؟ لأن الكرد هنا أدركوا المشروع القادم، وحولوا المشروع القادم اللي كان جاي يقضي عليهم ويحرقهم في المنطقة إلى هم أداة تنفيذ المشروع في المنطقة كلها. وهذا تغيير في موازين السياسة وأمر هائل ونجاح عظيم جدا. وهذا نجاح عظيم جدا استطاعت تحقيقه حركة التحرر الكردية. الآن بعد 2016 خرجت تركيا من المعادلة الإقليمية، وإحنا شايفين الآن اللي بيحصل في تركيا، مو المظاهرات اللي بتحصل، لا، أنت ارجع من عام 2016 من قضية القس اللي كان معتقل، وقضية جولن، وقضية القضايا الاقتصادية اللي خنقوا تركيا فيها من 2016 إلى الآن. وأنت تعرف شو اللي حصل. تركيا هربت إلى الروس، حاولت تعمل اتفاقيات أخرى تعرقل المشاريع اللي قادمة على المنطقة كلها، ولكن كل السياسات هاي باءت بالفشل. ليش؟ لأنه أساسا الروس ضعفاء وما انكشفت عورتهم العسكرية تماما في أوكرانيا. يعني كلياتنا كنا نشوف الإعلام قبل الحرب الأوكرانية تقريبا بأيام أو شهور، لما كان بوتين يقول أنا ماني جاي أحتل أوكرانيا ونحن القوات جينا فقط لحراسة الحدود، وكان يراوغ بهذا الموضوع كله، وكل الصحافة العالمية كانت تتحدث عن غزو قريب روسي لأوكرانيا. وطبعا كانوا يتحدثون كل الخبراء السياسيين والعسكريين والشرنتحيين والشنقليشيين اللي موجودين في العالم بأنه روسيا قادرة أنه تحتل أوكرانيا كلياتها وتوصل لكييف بساعتين. صح ولا لا؟ للمتابعين السياسيين اللي كانوا يتابعوا هذا الكلام، كل المحللين السياسيين اللي موجودين على المستوى العالم كلياته كانوا بكل تحليلاتهم الإخبارية وعلى التلفزيونية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الجرائد العالمية كلياته يتحدث باجتياح روسي، وممكن ما يطول يومين أو ساعتين اجتياح روسي راح تحتل أوكرانيا كلياتها. ظل الروس يحاربون الآن صار كم سنة وما استطاعوا التقدم غير بالأربع أقاليم وليست كلها أيضا، واستطاع الأوكران أخذ إقليم أيضا منهم بمساعدة طبعا الدول الغربية. فأظهرت عورة الروس هنا بشكل كبير جدا، وأظهروا بأنه ليس قطب عالمي نهائيا ولا يستطيع منافسة الدول الغربية ولا الولايات المتحدة الأمريكية. والفوارق التكنولوجية والعسكرية أصبحت هائلة جدا جدا، ووضحت للعالم كلياته حجم روسيا الحقيقي، وأنه لا يمكن اعتبار روسيا دولة منافسة للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الكلام كله أصبح هراء. لذلك حتى روسيا عرفت حجمها تماما الآن،
والآن قابلة بأن تكون أحد الدول اللي موجودة بالأساس أو ستكون في حلف الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا أمر